شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوم شديد على الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد زيارتها للفنان اللبناني فضل شاكر برفقة زوجها الفنان حسام حبيب. وطالب اللبنانيون الجهات الأمنية في لبنان التحقيق مع شيرين بشأن زيارتها لفضل إثر هروبه من العدالة وبقائه في مخيم عين الحلوة، وقدرة شيرين في العثور عليه وزيارته برفقة عدد من الصحفيين. كتب أحد رواد مواقع التغريدات على تويتر الآتي: شيرين عبد الوهاب وجوزها ما لازم يطلعوا من مطار بيروت قبل ما يتحقق معاهم كيف وصلوا للإرهابي فضل شاكر ومين وصلهم. اعتقد البعض أن تلك الزيارة ستنجم عن وجود ديو جديد بيجمع بين شيرين وفضل بعد غياب ما يقرب من 19 سنة على أغنية كل سنة وانت حبيبي. ولكن قال غازي بني نصر مدير أعمال فضل شاكر إنها كانت زيارة عادية قاموا خلالها بغناء الديو اللي جمعهم من قبل ليس إلا، ولكن لا يوجد أي مشروع يجمعهم خلال الفترة المقبلة. الجدير بالذكر ان شيرين عبد الوهاب زارت فضل شاكر برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، وذلك خلال فترة اجازتها اللي بتقضيها في لبنان، وتصدرت ترند مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على جوجل بسبب عدد من مقاطع الفيديو اللي انتشرت ليها خلال تلك الفترة، خاصة ان هناك مقطع فيديو ظهرت خلاله ممسكة بالسيجار وبتدخن برفقة حسام حبيب اللي كان بيتناول الشيشة.